حجوجة ودي انا. تعالوا اوريكم دلوقتي عملنا ايه. المطعم بتاعهم اصلا يعني الفيو بتاعه حلو قوي بصراحه، ارتحت في القعده جدا. المنيو بتاعهم حلو جدا ومليان كل حاجه انتم ممكن تتخيلوها، بس انا كنت مركزه على الحاجات الغريبه، الحاجات اللي انا ما جربتهاش قبل كده، الحاجات الجديده بالنسبه لي. تعالوا اقول لكم انا طلبت ايه من حجوجة وعجبني ولا لا، وهقول لكم رايي بامانه وبصراحه جدا جدا جدا. تعالوا اوريكم دلوقتي صنف صنف. احنا طلبت اصناف كتير طلبت اصناف كتير، والاغرب يعني كنت بنقي الاغرب بصراحه، الحاجات اللي ما عدتش عليا قبل كده. الاكل تحفه، ومش هقول ان هو بيتاخر المتر يجيبه. ما بياخدش وقت، يعني هم بيفتحوا اصلا الساعه 3 والدخول من قبل 3 كمان. وامسكوا بقى المنيو ودعبسوا، وكل اللي نفسكوا فيه هتلاقوه في المنيو بتاعهم. تعالوا اقول لكم انا طلبت ايه من حجوجة وطلع فوق مما اتخيل، وكان طعمه تحفه او مش تحفه. تعالوا نشوف مع بعض الاصناف اللي جبتها من حجوجة ورأيي فيها بصراحة. ورأيي فيها مش كانونة، لا رأيي فيها كشيف، ان انا وده تخصصي اصلا. طلبت اول حاجة شوربة كوارع. الشوربة مظبوطة، ملحها مظبوط جدا، نضيفة، ما فيهاش ريحة خالص، مستوية قوي ودايبة دايبة دايبة زي ما انا ما بحبها بصراحة. فالناس اللي بتحب الكوارع هتتبسط جدا من الشوربة، لان هي مش زفرة، وانا صعب عليا ان انا اكل الحاجات دي من بره. بس بجد انا اول ما جت رحت شماها، ادام الريحه عجبتني خلاص الموضوع انتهى. ده بقى صنف كده، ده رقاق يعني بص شكله عامل ازاي، صينيه رقاق صغننه. تعالوا بقى المشكله في الرقاق، المشكله في الحشوه. بص المنظر، اوعى ده بط، والله بط. ده رقاق من عند حجوجة محشي بط مخلي. فتخيلوا انتوا، بصوا التطعيمه كده، يا الله، عجبني جدا جدا. والتتبيله بتاعت البط كانت حلوه قوي ومستويه جدا. نيجي بقى على الكبير ده، ومش قادره اقول لكم الكبير ده او اللي قدامه، بس ده رهيب. ده ضلع محطوط على ورق عنب ومستوي في الفرن. فتخيلوا بقى ان الضلع يسلي الدهون بتاعته والسمنه بتاعته كلها ويسوي ورق العنب. يا نهار ابيض على الجمال. انا مجرد ما اتحط اصلا يعني ريقي جري. اللحمه دايبه، وانا بعشق اللحمه الدايبه بالشكل ده كده. بصوا المنظر، يعني انا جعت انا جعت من المنظر. اللحمه دايبه قوي، انا بحب اللحمه الضاني جدا 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 فوق ما تتخيلوا. ما فيهاش ريحه ضاني، بس التطعيمه بتاعتها ضاني طبعا عشان انا بحبها. اللحمه دايبه قوي قوي يعني. ده انهيار تام. الطاجن ده بصراحه ضلع على ورق عنب، هو مكتوب كده ضلع ورق عنب، فكان برضو اسمه غريب بالنسبه لي، علشان كده طلبته. الورق العنب بتاعه بقى تطعيمته غير المحشي الورق العنب اللي هم جايبينه اصلا. فتدوقوه شارب من السمنه بتاعه الضلع، فدايب، بصوا دايب دايب ما تقدروش. تحفه بجد، كان عجبني جدا جدا جدا. وان شاء الله اما اروح حجوجة تاني فده اول حاجه هطلبها، هو والرقاق مع بعض. رقاق هطلبهم هما الاتنين عشان بجد فظاع. طلبت كمان سرفيز محشي مشكل، وسرفيز المحشي مشكل بينزل كرومب وورق عنب وممبار. الممبار بصراحة بالنسبة لي يعني الممبار بتاعي أحلى، بدون تحيز ليا، بس لا هو في رز والكلام ده كله، بس مش مخدوم من جوه بالخلطة. أنا بحب الخلطة تبقى ظاهرة، فبالنسبة لي كان عادي جدا، بس برضه ملوش ريحة فيعتبر ريحته مش زفرة. الكرومب كان حلو، تحس ان هو كرومب أمهاتنا كده. الورق العنب مستوي تسوية حلوة قوي، ومن جوه تطعيمته رهيبة، عجبني جدا جدا جدا. خادمين المحشي بجد. نيجي بقى ده اسمه فتة كوارع مخلية ونخاع. انا كنت متخيله الفته ان هي هتيجي كلها عيش بقى زي ما بشوفها في اي مطعم وكده، لا هو الاكتريه رز، والعيش مقرمش كده وقليل قوي. وتطعيمه الصلصه بتاعتهم نفسها عجبتني. السبايسي بقى اللي انا بوحوح منه ده بسبب اللي كان الفوق، كان كوارع مخليه ومعاها نخاع، كان رهيب. ده بقى اسمه طاجن الحاج. شايفين الحاج؟ هو ده الحاج هو ده الحاج. دي كده نخاع وكوارع مخليه ومخاصي، ومن تحتيهم في طبقه من العكاوي الدايبه. بصوا كام قطعه عكاوي في الطاجن. بصوا اول ما بتفضوه كده انتوا حاسين ان في فرن اتفتح في وشكم. بس تطعيمته اوف اوف اوف.
العكاوي دايبه، وانا بحب العكاوي تبقى مستويه قوي، متطعمه في البصل، حلوه جدا جدا جدا، وتطعيمتها هايله. آه، بقيت طاجن الحاج بقى اللي هو العكاوي والنخاع والمخاصي، كان تحفه بس موحوح خالص يعني. بصوا دي تجربه بتاعتي على عند حجوجه، وان شاء الله هكررها تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر وكل حاجه، عشان بجد حلوه حلوه، عجبتني قوي. تروحوا عند حجوجه هتتبسطوا جدا.